كارلوس فاضي، تشافي قال لك فاضي، زيدان قال لك فاضي. انما في حاجات لازم انت تحطها كده قدام عينك. هل انت تقدر تدفع للناس دي اسعارها؟ ده نمره واحد. نمره ده اتنين، بعيد قوي، أنا الارقام بقول دي لك بعيده بس. قوي، ارقام نمره رهيبه اتنين يعني. نمره اتنين انا لو جبت مدرب 10 من 10 فنيا، وعندي مدرب 8 من 10 بس شخصيه جامده جدا انه يسيطر على اوضه اللبس ويسيطر على النجوم ده، لا انا اختار ابو 8. لان انا برضو لازم اجيب حد يسيطر على المجموعه، لان المجموعه دهيت مجموعه كلها بسم الله ما شاء الله، كلهم نجوم، كلهم. محتاجين خطفه. لا محتاجين حد يخطفهم. بص يا ابراهيم، خلينا نتكلم. احنا اسهل حاجه نفضل كل كلامنا على ريبيرو. لا معلش، احنا زي ما بنتكلم على ريبيرو لازم يبقى في انصاف ويبقى في عدل، ان الراجل ده مش شايل ال 100% كلها لوحده. ايه بقى؟ لا، في لعيبه مالها؟ في لعيبه كبيره، في لعيبه كبيره تلبس التيشيرت الاحمر بتاع النادي الاهلي، مطالبين ان هم يقدموا احسن حاجه عندهم عشان في يساعد تقصير، الجمهور. عايز تقول في تقصير يعني؟ طبعا في تقصير، طبعا في تقصير. هو في حد ما يشوفش طب كده؟ هسألك سؤال بس جاوبني بصراحه. جمهور. هل تشعر انه التقصير عن عمد، ولا زهق من المدرب، زهق من حتى لو دخلت انت فاهم القصه؟ انا انت فاهم، المدرب يزهقك يعني. انا فاهم انت تقصد ايه. حتى لو دخلت في زهق من المدرب، او المدرب انت حاسس ان هو قليل على النادي، ولكن انت في الاول وفي الاخر انا بلعب لاسمي. بلعب لاسمي، والناس اللي بتهتف لي في المدرج معلش، ما انا باخد فلوس. أيوة. بمشي في الشارع الناس كلها بتتصور معايا، كل الناس بتقول فلان راح وفلان جه. ده انا مطالب ان انا لازم اللعيبه تبص في مرايه، ولازم كل واحد يقعد يشوف انا عملت ايه النهارده، هل انا طلعت اقصى حاجه، هل انا. ولكن التوتر اللي كان بيتكلم عليه والضغوطات اللي كان بيتكلم عليها الكابتن محسن، اللي هي المفروض تبقى على الاهلي، تبقى، هو قال على بيراميدز، انما في ارض الملعب انت شفت كده؟ لا، انت شفت حاجه تانية خالص. مرة في لعيبه الاهلي ما عندهاش رد. لا انا عايز اقول لك، لعيبه دوليه، حد بيتكلم مع حد. لعيبه دوليه يا ابراهيم، بتستلم الكره على الخط مش عارف تستلمها، بتطلع منك اوت مره واثنين وثلاثه في 5 دقائق. فده ما ينفعش ردود افعالك. كنا الاول بنقول ايه؟ ما تخسر. احنا لعبنا كوره وعارفين ان الكوره ديت بتكسب وبتتعادل وبتخسر، مفيش حد ضد الخساره، ولكن يا اخي العب ورد فعل واشتغل واعمل اقصى ما عندك، الجمهور هيسقف لك. طيب الفرقه برضه عشان نتكلم كلام الفرقه، لما يبقى فيها سطوات كتير، لما يبقى فيها لعيبه كوره كتير، لما يبقى فيها نجوم كتير، قدامك حل من الاثنين: يا مدير كوره شخصيه قويه جدا جدا، يا مدرب شخصيه قويه جدا جدا، يا كابتن فرقه يبقى موجود. مش يعني طبعا الشناوي من كباتن الفرقه المميزين جدا جدا في النادي الاهلي، لكن بتكلم على كابتن فرقه يعني اللي هو موجود جوه في حسام غالي في قلب الملعب مش في اخر الملعب. فعايز اسالك برضه على الجزئيه دي يا كابتن وليد. بص يا ابراهيم، يمكن كابتن بركات عاش في اوضه اللبس كتير جدا. في حاجه انا احساس شخصي يعني، والفتره اللي انا قعدتها في اوضه اللبس اني دايما كان بيبقى فيه عدد 5 6 لعيبه قدام او كبار ما بيعملوا ايه كنت؟ الشرابات. بيعملوا ايه كنت؟ حرب الشرابات. حرب الشرابات دي ايه بقى؟ انا احب اعرف. بعد التمرين كنا بنعمل حرب الشرابات بقى، نقلع الشراب وتكوره كده وكله وانت وحظك بقى. والله تيجي بقى في وشك. والله كنا مبسوطين. كنت بتنزل يا ابراهيم بتتبسط في التمرين، وبتنزل تتبسط في الماتش، وبتكمل انبساطك في اوضه اللبس يعني. على الجيل الذهبي بتاعكم ده، على انتوا قشيتوا الدنيا. لا يا بيه، لا ثانيه واحده، ما كانش حد يقدر يفتح بقه. والله العظيم والله ما حد يقدر. بقول لك ايه، تكشر لو قعدت، تكشر لو انت بتتغير يا عم. ما الفرقه 11 لعيب وفي 5 تغييرات، ما تتغير. ليه انت عايز غيرك اللي يتغير؟ 3 كنت بس. اتكلم دلوقتي يعني. انت دلوقتي واللي يتغير واللي يقعد ولا مصلحه الفرقه. في الاخر برضه هرجع اقول لك جزئيه، انت بتقول كان حد يقدر يفتح بقه، عشان كده بقول لك لازم المدرب يبقى شخصيه قويه اللي جاي، ما فيهاش تهريج. لا طبعا، بس يا كابتن برضه المدرب انا مع حضرتك لازم اللعيبه ممكن تسهل له المأموريه. يسهل له في ايه؟ احنا افتقدنا حاجه يا ابراهيم يمكن ما حدش واخد باله منها. احنا كان طول الوقت لما بيبقى فيه 5 6 كبار ما بستغناش عنهم مره واحده، او بستنى كل سنه امشي واحد امشي. كان دايما 5 6 بيطلعوا يسلموا. النهارده الكبار المحسوبين على النادي اللي هم عند شناوي بس. لكن قبل كده تعال ارجع ورا شويه، كان في يعني كنت انا مع شناوي وسعد سمير وايمن اشرف وكرامي ربيعه. كان ناس برضو شربنا من اللي قبلنا. كابتن بركات ومتعب وفتحي، وكان قبلنا كانت فتحي وكرامي وعاشور. كان دايما اوضه اللبس فيها 5 6 كبار. النهارده مفيش الا شناوي. كان عمرو السوليه كان معاه، علي معلول كان معاه، كان محسوب من ضمن القدام الكبار. لكن النهارده شناوي لوحده. النهارده في الملعب الماتش اللي فات مفيش حد بيقول للتاني اضغط. النهارده في اول 3 دقائق
اول مره في حياتي اشوف الناس بتحلق. لما تتفرج على سيراميكا مع عمرو السولية تحس انه قائد في نص الملعب، شخصيه غير الشخصيه أيوة. في نص الملعب نفسه. دي حقيقه. النهارده الدقيقه 72 خساره والله عمرو السولية، ما شاء الله عليه واقف على رجله عمرو. يا ابراهيم النهارده الدقيقه يعني 72 مش زي ما انت ما اتباعت البيعه ان عمرو مش قادر يقف على رجله معلول، ما معلول مشي وما فيش باك ليفت مثلا. مفيش باك ليفت. ما كان معلول ويحيى عطية الله، لا ده موجود ولا ده موجود. كان قلنا الصغير كريم الدبيس راح سيراميكا فجأة المكان كان فيه ناس كتير، ما بقاش في حاجه. برضه بالنسبه لي برضه علي معلول ده هيفضل لغز كبير. ما انت خلاص عينك شافت علي معلول، مش هتقبل حد ولا زي علي احسن من علي في الحته دي. لكن اللي انا عايز اوصله ابراهيم النهارده في ماتش بيراميدز اللي فات كان دقيقه 72، وده عمرها ما شفتها في النادي الاهلي، بيتنقل عليا كرة وانا خسران وانا بتفرج. كان فين اللي كان بيجي من ورا؟ كان بتغل وانت قاعد بتتفرج. طبعا انا متضايق جدا ان انا كنت متعود من ورا جمعه ولا شوقي يا الله، وكنا بنروح كلنا بنطلع يلا. لكن النهارده مفيش. انا شايف ان حتى الكلام بينهم وبين بعض في الفرق ما خدش باله. انا بس مش واخد بالي. اقول لك والله همشيها كنا يلا. بنخاف من حسام غالي والله. والله حسام غالي كان يتعمل عليك باصتين 3 4 وبتاع، يقوم جاي ضارب السبرنت ومزعق، كله يتوتر، كله يطلع يعمل السبرنت مع حسام غالي عشان نقطع الكوره. والله مش عشان نقطعها، علشان يسكت حسام غالي. خلينا استاذنكم نروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل مع حضرتك.